سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي وعجبا فأنت لأمر له. المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته نعماء شكر فكان خير له، وإن أصابه بلاء صبر فكان خير له. وأقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر، وأن الهم ينفرج، وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم ينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه، ينسيك الآلام. لكن إنهم كانوا يدعوننا ورهبانا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعون إليه في السراء. ولذلك عندما نادى ذو النون وهو في جوف الحوت عرف الله، الملائكة يشفعون، تحركت السماء، إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله. ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك ليست لي ذو النون فقط عليه السلام، بل هي لكل صاحب غم، لكل صاحب هم. وأيوب إذا نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من الذي مسه الضر؟ ليس رب أيوب فقط، بل هو ربك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من الضر. والله يفرج الكرب. والعجيب أن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء، لأننا في اليسير وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقل تعلمنا. ولذلك أحبابي كما قال السلف: ابتلينا بالخسراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وثق في الله. الذي يأس من روح الله عبدا لا يعرف الله. الأمور نرجع إلى الله، والمقادير بيد الله، وعاقبة الأمر إلى الله، والله عاقبة الأمور. فإذا كانت العاقبة بيدي فلماذا تضجر؟ أعرابي قال له واعظ: ويلك من الله. قال: ومن سيقوم بحسابي بعد موتي؟ قال: الذي سيحاسبك هو الله. قال: أمانة. فما عرفنا الخير إلا من الله. ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن، وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان، إنما هو وسوسة الشيطان. ولذلك الله يسمى من قنط من رحمته ضال، وسمى من حالة القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر، أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. قد يوصل القنوط إلى الكفر، نعم، يوم أن تغلق الأبواب والذي قلقها كيد الشيطان وسوسة الشيطان. أين الله؟ كان حبيبنا الصلاة والسلام في فأل وفي ثقة بعطاء ربه، في قمة الظروف، الحالة أبواب مغلقة، الدنيا كل ما فيها كلهم يعاودونه. في المدينة في غزوة الخندق يهود ومنافقين ومشركين وخيانات، ومع ذلك كان يضرب بمعوله في الخندق فيرى ويبشر بفتح بصرة وبفتح صنعاء عليه الصلاة والسلام. يعرف ربه. ولذلك إذا رأيت إنسان يسكب الدمع حزنا قنوط، كل يا شيخ ما تغتنه من قليل يسار، كل ما أردتها أن تستقيم أعوجت جهة، لأن الله يريد أن يسمع صوتك وغرعك لبابه. أحب سماع صوتك فواصل، ليس عجزا من نصرتك ولا من عطائك. أحب سماع صوتك لأن تحب السماع، أولا تحب الوقوف بباب الله. أما إذا لنا الخلق ونحن نقف بين يدي أبوابه، أما مددنا لأيادي الهم فبصغوا في أيادينا وجحدوا لنا معروفنا وطردونا من أبوابهم. لا تقف أمام الله وباب الله الذي لا يرد السائلين
وما بكم من نعمة فمن الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اليأس إذا انقطع للطمع في الشيء حتى يصل الإنسان إلى الغنوط، والدأس يسبق الغنوط، والغنوط إغلاق لكل باب. البعض ما نالوا لو أتى شخص وقال علاج ابنك نام الليل قرير العين ويمكن يصبح، واللي قال لك عندي ميت هو ما يلقاه في الصباح لأنه سبب، لكن أو أنه رفع اليدين إلى الله دون أن يستشرط عليه ودون أن ينقنط من رحمته ودون أن ييأس من روحه، والله ليأتينك الفرح قادم من أين لا تدري، لكن الذي بيده مغاليق كل شيء القدير السميع البصير بيده سبحانه لك الفرج، فكن معه جل وعلا. ذم الله في كتابه الغنوط، ولذلك عندما قال جل وعلا في سورة الحجر قل وبشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال النبي من يغلط من رحمة الله ربه إلا الضالون. فكن قانط، كل ياس، كل من ضاقت عليه مناكبها وظن أنه لا منجا، فقد قال المنجا من الله ثم إليه. عند الله كل إذا خفناه، كل واحد نخاف منه نهرب منه، إلا الله إذا خفنا منه هربنا إليه، وعنده سبحانه عنده الفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فدائما يا أخوتي بالله لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس، لا تحزن، لا تطرق باب أي بشر أي خلق، اطرق باب الخالق، اطرق الباب والله سوف يعطيك ولن يخذلك أبدا مهما أصابك. لا تغلط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأس أخي مهما حصل معك، مهما جرى، مهما، إن الله إذا حب عبدا صب عليه البلاء. فلا تغلط أخي من رحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.